الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وسلم. مديرنا الفاضل، آبائي المعلمين، زملاء التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أتشرف بمناسبة اليوم الوطني بأن أرفع سماع التهاني والتبريك لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وفقه الله، وإلى مقام سيدي سمو ولي العهد الأمين، وإلى الأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي النبيل. ولنا وقفة مع الذكرى مع أيام التشرد والتشرذم والخوف والجوع والفقر. أبدلها الله جل شأنه بهذه النعم العظيمة وحدة وأمنا وخيرات لا تعد ولا تحصى، يحسدنا عليها القاصي والداني. تغمد الله مؤسس هذه البلاد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، رمزا خالدا لهذا الكيان الكبير. تحولت على يده الكريمة حياة الصحراء والتخلف إلى دولة عصرية متحضرة تحاكي بل تتفوق على دول عصرنا الممتدنة. هذا يوم يقع فيه كل مواطن رأسه شموخا وفخرا بما تحقق على الأرض على أرض وطنه المعقام. وفي الختام ندعو الله العلي القدير أن يحفظ لنا ولاة أمرنا وأن يمتعهم بالصحة والعافية وأن يجزيهم خير الجزاء لما يبذلونه لراحة أبناء هذا الشعب الوفي. أما بعد، يسر طلاب الصف السادس تحفيظ أن يقدموا إذاعتهم لهذا اليوم الاثنين الموافق 8/11/1433. قراءة تبعث الطمأنينة في قلوبنا متمثلة في آية من الذكر الحكيم يتلوها عليكم الطالب بلا منكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. حديث شريف مع الطالب عمر مضر. عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وكلمة مع الطالب محمد الدولة. فالتحنا يا وطني بيومك المجيد. لقد أصبحت اليوم لا تماري بتطورك بلاد العرب فقط بل العالم أجمع، بل لم تقف عند حدود المشاراة والفقر، وقد أصبحت إحدى واجهات العالم المتقدم. ونسأل الله يحفظ لنا هذا الوطن القوي بعقيدته المستوي بتطوره الراسخ بأمنه. كما نسألك يا إلهنا أن تحفظ لنا يا بني نهضة هذا الوطن العظيم الملك عبد الله بن عبد العزيز مع مطلع كل فجر وإشراق كل شمس. نجدد الولاء لك أيها الوطن. في أحداقي حملتك حبا يفوق الحب، وفي أوردتي حملت نبض شموخك. فكم أنا فخور من انتمائي إليك أيها الوطن، فبترابك الطاهر امتزجت دماء آبائي وأجدادي، بترابك الطاهر رسخت جذوري واخضرت أغصاني وازدهرت أوراقي. حكمة مع الطالب عبد الله. 1. العلم أكثر من كل شيء فخذوه من كل شيء أحسن.
شعر بعنوان وطني مع الطالب عبد الله صالح. وطني نشأت بأرضه ودرجت تحت سمائه وملكت صدري قوة بنسيمه وهوائه. ماء الحياة شربته لما ارتويت بمائه وملأت جسمي عزة حين أقتدي بغذائه. سأظل جنديا له وأعيش تحت لوائه، في السلم أعمل دائبا لرخائه وبنائه، وأكون في يوم الوغى أسدا على أعدائه. فالحر يفدي أرضه وبلاده بدمائه. دعاء مع الطالب حسام الجو. اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده بنحره وجعل تدبيره دمارا يا سميع الدعاء. اللهم احفظ بلاد المسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم احفظ بلادنا من عبث العابثين وكيد الكائدين وعدوان المعتدين. اليوم تكمل المملكة 80 عاما منذ توحيدها تحت لواء لا إله إلا الله محمد رسول الله، والحمد لله الذي أعزنا بوحدتنا وأغنانا بخيرات أرضنا ورزقنا الأمن